الحياة كده كلها على بعضها مليانة ألف حاجة نعملها. فكون انك انت تبقي قاعدة في البيت زهقانة ملانة مش لاقي حاجة تعمليها، دي مشكلة تستدعي ان احنا نستوقفها ونشوف معاليكي قاعدة فاضية بتعملي ايه. انا حضرني حاجة كده في الميموريز عندي زمان بقى على اللابتوب، صوري وانا طفلة صغنطوطة، ان انا كنت ما كانش فيه بقى سوشيال ميديا، ما كانش فيه كل الحاجات دي، ما كانش فيه انترنت، ما كانش فيه الكلام ده كله. وانا صغننه كده قيمه 6 سنين، فكنت بقعد اخترع حاجات اعملها علشان اتسلى. كان في صوره ليا وانا ببني هرم كوتشينه، وانا بجمع كنزات واعملهم طبق، اعملهم سلسله، اعملهم زينه، اعملهم نجف، اجمع ورق واعمل بيه طيارات، قصاقيس ورق واجمعها في بعض واعمل اي حاجه قدامي ماشيه في الشقه، بقعد ابتكر واعمل. ما هو انا زهقانه وكنت عايشه كمان بره مصر، فكان الموضوع ايه بقى؟ يعني طفله 6 سنين عايشه بره مصر، يعني معظم الوقت كنت قاعده مع عيلتي في الشقه مغتربين، فكان اختلاطي وذكائي الاجتماعي كان 2 متر في 2 متر، بس كان ذكائي الابتكاري ما شاء الله تبارك الله عليه، يعني تديه 10 من 10. فكنت بقعد افكر اتسلى ازاي. اقعد بقى ايه، كنت انزل مكتبه اسمها مكتبه العبيكان دي، واروح كتب الطبخ، اقعد ابص لي على طفله بقى، اقعد ابص لي على وصفه شكلها حلو واوريها لماما الله يرحمها، ونعمل دي يا ماما ونعمل دي، وفجاه اكتشف ان ماما السوبر هيرو عارفه الوصفه اللي انا شايفاها مبهره شكلها حلو دي، عارفاها ودي سهله جدا يا هدى، طب ما تشوفي لك حاجه. ماما انا عايزه دي، واقف اتسلى معاها، واقف في المطبخ اتسلى معاها. بحكي لك الكلام ده كله ليه؟ لما انت طفله كنا بندور على ألف حاجة نتسلى بيها ونعملها. انت حضرتك ايه موقفك؟ اقول لك ايه اللي موقفك؟ السكرولينج. احنا مخنا بقى كسول جدا من كتر ما احنا بيدخل لينا معلومات سهلة قوي في وقت قصير قوي، فاحنا بقينا عايزين الحاجة اللي تسلينا سهلة. يعني انا عايزه حاجه تعمل في ثانيه، في دقيقه، في 3 ثواني، مع ان اصلا الموضوع كله يكمن في متعه ان احنا ندور على الحاجه الطويله، او مش الطويله، الحاجه اللي بنعمل نبذل فيها مجهود ونشغل دماغنا في افكار كتيره جدا. انت مثلا في مختلف مراحل حياتك، محدش يقول لي مفيش وقت، عشان انا بكره الكلمه دي. انا لو مسكت وقتك ويومك هطلع لك منه 3 4 ساعات تعملي فيهم حاجه لنفسك، بس انت اللي مكسله، او انت ممشيه يومك بنظام خطأ فمخليكي كسلانه. والله انا في examples كتير جدا، من ضمنهم انا يومي بشتغل من 12 ل 8 بالليل، اما من 3 ل 11 بالليل. قولوا لي بقى لو انتوا مكاني فين الوقت في الهيصه دي؟ منهم ساعه مواصلات رايح، ساعه مواصلات راجع. قولوا لي فين الوقت؟ بدور بلاقي وقت فين. انا دلوقتي اهو مسكت يومي قعدت فنطت. والله انا مثلا زي ما انا قلت انا بصحى الساعه كذا مثلا، ليتس سي ان انا شفتي من 12 ل 8، خلينا نتكلم فور ان اكزامبل، لايف اكزامبل. تمام، انا شفتي من 12 ل 8. تمام، انا بصحى الساعه 11 عشان البس، صح. انا بقى ما اقعدش الساعه كامله كلها بلبس، لا، انا بقسم الساعه فيها 60 دقيقه. ال60 دقيقه دول يعني ربع وربع وربع وربع، صح. بتقسمي ربع ساعه لبس، بتقسمي سوري الربع ساعه الاولانيه شاور، وانتي قبل ما تخشي الشاور بتحطي لك مثلا فطارك على النار، او بتطلعيه من التلاجة لو هتسخنيه. ادي الربع ساعه الاولانيه. الربع ساعه التانية بناخد شاور بنلبس فيها. الربع ساعه التالتة بحط فيها ميك اب. الربع ساعه الرابعه بصور فيها الفيديو اللي انتوا شايفينه ده. طب بعمل ايدنج امتى؟ وانا في المواصلات بحط الايربودز في ودني او الهيدفون على ودني، وبقعد اعمل اديت. ادي ساعه واحده في يومي اللي انا بصحاها كل يوم بعمل فيها انجاز. بحسب وقتي بالدقيقه، بالربع ساعه بقسمه. مش بقول انا هصحى الساعه 6 واعمل، اصحى الساعه 6 بقى اصحى الساعه 11 واقعد الف في الشقه بلا هدف، بلا مش عارف ايه، واقعد
طب لو انت من النوع اللي مش اول ما بيصحى بينط من السرير وبيخش، لا، اصحي بدري كمان نص ساعة. يعني اصحي الساعة 10:30. انا بحتاج وقت على ما فوق، بحتاج امشي بالتصوير البطيء، بحتاج اعمل كذا، بحتاج اعمل كذا. اعملي ده. حياتك هي اللي انتي بترتبيها. لو انتي ما بطلتيش تقولي انا عايزة اعمل كذا بس ما فيش وقت، بس مش عارف ايه، بس whatever كان اسلوب حياتك ايه، وقتك ايه، طريقة حياتك ايه، عندك بيبي قالب يومك، عاكك نومك، مش عارف ايه، هو ده الوضع، هو ده الامر الواقع. وما نقعدش نتمنى ان الحياة تبقى ماشية باسلوب تاني علشان خاطر احقق احلامي اللي في دماغي. حبيبة قلبي، دي منتاليتي عقلية. انا دلوقتي هو ده اللي انا فيه اهو، هو ده. انا الطبق اتكسر، خلاص اتكسر، هقعد ابص عليه واقعد ابكي على اللبن المسكوب والطبق المكسور قدامي، ولا انزل اشتري امير واقعد اصلح الطبق ده؟ لو الطبق ما تصلحش نجيب طبق غيره، او نشوف طبق من النيش مليان، نشوف حلول. يلا، الوقت بيعدي بيجري، ما تقعديش تعيطي. هتعملي ايه بقى بعد كده؟ يومك ايا عندك 3 عيال لوحدك، مغتربة، ايا يكن ليكي، مهما كان نظام يومك، 1,000,000% في حل، 1,000,000% في حل. ما بلاقيش حاجات اعملها وزهقانه وانا نازله بعدي على السوبر ماركت اشتري لي شوكولاتايه جميله شبهي كده واكافئني واحبني واشكرني وانطلق في سبيلي، ومربطش حياتي بوجود ناس. انا داخله اهو في 2 ولا 3 شهور ما شفتش غير مره مرتين حد من صحابي، مره مرتين وبالصدفه بدون ترتيب. ما ربطتش حبي ما ربطتش سعادتي بوجود ناس، مع ان الناس مهمه، بس ما ربطتش سعادتي بوجودهم. انا هسعدني، انا هبسطني. الموضوع بيبقى في الاول مش سهل، ولكن هيبقى سهل لما اقعد مثلا، والله اصحابي انا عايزه اروح سينما، انا فاضيه وعايزه انزل اروح سينما، اتصلت بفلانه الفلانيه مش فاضيه، علانه العلانيه مش فاضيه، تفاحه التفاحانيه مش فاضيه، وانا عايزه انزل اروح السينما. ده انتوا رخمين قوي، انا عايزه انزل اتفرج على فيلم جوني ديب الجديد اللي في السينما. البسي، اتشيكي، اقطعي التيكت، روحي اتفرجي على الفيلم لوحدك، اضحكي في السينما، جيبي لك فشار، جيبي لك حاجه نفسك فيها، معاكي فلوس، بعد ما انت تخلصي السينما انزلي اشتري لك بلوزه، اللي ضوافرك، اللي شعرك، حطي ميك اب. معاكيش فلوس ومعاكي فلوس التيكت، روحي البيت بعد ما انت خلصتي، روحي البيت احلى شاور عليكي، بيجامتك العسوله النظيفه اللي لسه شايلاها من على حبل الغسيل، برفاناتك الجميله، شويه ليب جلوس ومرطب، ونقعد مبسوطين. نجيب كيس نسكافيه واحنا مروحين بابسط التكاليف. اتبسطي. عايزه تشتغلي وانتي في البيت مش عارفه تنزلي، اتدوري، اتشقلبي. الانترنت مليان حلول. معاكي خريجة بكالوريوس فرنساوي مثلا، تعرفي تترجمي فرنساوي، ما تشتغلي كول سنتر فرنساوي، ما تشتغلي كول سنتر الماني. هو احنا ليه بنبص على البعيد وما بنمسكش اللي في ايدينا؟ ليه؟ انا مثلا شاطرة في اللغة العربية، بعرف اكتب لغة عربية كويس جدا، وبعرف اطلع الاخطاء الاملائية، وعيلتي كلها اساتذة في اللغة العربية، كلهم يكتبوا لك حاجة تقرير باللغة العربية الفصحى مع التدقيق الاملائي والنحوي، ويطلعوا لك حاجة بيرفكت. بقيت بخش على مواقع اللي هي زي مستقل والحاجات دي، بجيب منها حاجات، اطلع منها حد عايز تقرير تدقيق املائي لكذا وكذا 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 وكذا، واعمله. ساعات بتصيب وساعات ما بتصيبش، whatever، بس حاجه جنب شغلي. عايز تشتغلي من البيت، اقعدي اعملي CV. ما بعرفش اعمل CV، ونقف. مثلا انا ما عنديش CV، نفسي والله بس ما عنديش CV. تهزري؟ ما تقعدي تعملي CV. مش عارفه، اتعلمي. مش لاقيه موقع، دوري. شوفي صاحبتك اللي بتشتغل، قولي لها يا فلانه الفلانيه، انت عامله CV؟
ممكن تقولي لي بيتعمل ازاي؟ فلانه الفلانيه دي مش فاضيه، دوري على علانه العلانيه، تفاحه التفاحانيه، اناناسيه الاناناسيه. ما تزهقيش، مش من اول قلم توطي كده وتجري وتهربي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. فما تزهقيش. زهقانه وقاعده في البيت خلاص بقى، امسكي دولاب، خشي اوضه النوم بتاعتك، الدولاب افتحيه هتلاقي مصيبه. ليه بقى؟ الدولاب مقلوب، هدومك انت لما بتيجي بتلبسي بقالك 18 سنه بتلبسي نفس الطقم. طرحتك بتغيري الطرحه السوداء، الطرحه البيضاء، الطرحه البني البيج، ايا يكن الطرحه اللي انت لازقه فيها، طرحتين ثلاثه لازقاهم وسايبه ال 30 طرحه التانيين متعلقين ما تعرفيش ان هم موجودين ونسيتيهم عشان بتكسلي تقومي تقفي قدام المرايه تاخدي بالك من نفسك شويه. انا اسفه على الباك جراوند، ما علينا. حاجات كتير، حاجات كتير تتعمل صح. قومي اعملي كيكه، قومي اعملي كرواسون، قومي اعملي لك مهلبيه بالشوكولاته، شوفي وصفه جديده، نفسك تعملي وصفه قومي اعملي. امسكي، انا الاجنده بتاعتي مش جنبي، الاجنده حاجات نفسي اعملها ومش يعني صعب وسهل، يعني مش لازم. انا نفسي اروح فرنسا، انا نفسي اروح انا نفسي الف العالم كله ال50. احنا دلوقتي في المرحله الاولانيه، احنا عايزين نبطل زهق، عايزين نخرج من دايره الزهق دي الاول، وبعد كده نروح اسبانيا. والله يا حبيبه قلبي مهما كان مكانك دلوقتي، لو انت معاكي فلوس تروحي اسبانيا دلوقتي وتلمي شنطتك وتطلعي اسبانيا، واي نوت تلمي شنطتك يلا وارمي كل حاجه ورا ظهرك وتطلعي اسبانيا. يلا روحي اسبانيا، روحي فرنسا. بس انا بقى مش معايا فلوس، اموت نفسي، معيش فلوس اروح فرنسا، اموت نفسي. يلا بينا نمسك نقول والله انا هعمل 10 دقايق تمرين، هفتح دلوقتي فيديو اعمل 10 دقايق تمرين بيلاتس، يوجا، اي حاجه، هعمل 10 دقايق تمرين بطن وظهر وضغط، اي حاجه، وشغلي على التلفزيون. مش على التلفزيون، حطي الموبايل كده قدامك، حطي اللابتوب قدامك، شغلي اي حاجه واتفرجي. الوسيله موجوده بس انت اللي مكسله. اعملي كرواسون، دوري على وصفه جديده تعملي، اعملي كيكه الباباز، اعملي كيكه الشوكولاته، اعملي كيكه الاحلام، اعملي اي كيكه، اعملي كيكه ال10 دقايق، اعملي بسكوت، اعملي كوكيز، وصفات كتيره في المطبخ، اعملي موز بالحليب، كيكه البرتقال، قومي حطي منوكير، اعملي ضوافرك باديكير، اعملي رجليكي باديكير، اعملي شعرك، قصي شعرك، طولي شعرك، اصبغي شعرك، ضفري شعرك، حطي ميك اب، ما تحطيش ميك اب، اغسلي وشك، اعملي ماسك، اعملي سكراب لجسمك، اعملي حمام مغربي، خشي خدي دش ساعه، اقعدي ساعه، اعملي باديكير لرجلك وباديكير لايدك، هاتي كرسي واقعدي في الحمام واعملي ظبطي نفسك، اعملي ماسك لشعرك، شوفي مليون حاجه تتعمل صح، مليون حاجه تعمل. اتفرجي على مسلسل 30 حلقه 15 حلقه، اتفرجي على مسلسل في حلقات في اجزاء كتير، اسمعي سلسله، اسمعي السيره النبويه، اقراي سوره من المصحف. حاجات كتير تعمل صح. بقالك كتير ما بتعملي كروشيه، بقالك كتير ما بتعمليش كروشيه، اعملي كروشيه. انا ليا واحده صاحبتي بحبها تعمل كروشيه زي السكر، وبالها قليل على الموضوع ده. ف عرفنا هنعمل ايه؟ احنا اللي بنختار ان احنا نضيع وقتنا، وما تقوليش انا زهقانه تاني. زهقانه قومي دوري اعملي حاجه، كلمي واحده صاحبتك، اسمعي نكته، اقري نكت، دوري، اقعدي دوري. كلمي واحده صاحبتك قولي انا زهقانه، هتقولك وانا كمان. قولي طب نعمل ايه؟ جيبوا واحده صاحبتكم ثالثه نططوها ونعمل مكالمه جماعيه ونضحك ونهزر. خلاص خرجنا من المود الزهق. ما تستسلميش. عقليه الاستسلام وعقليه الشكوى وانا 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 اخرجي منها ارجوكي، اخرجي منها. دوري على حلول وما تزهقيش. ما فيش حاجه. اللي عنده دور برد بيقعد شويه ياخد علاج برد لحد ما صوته يتعدل ويروح من عنده البرد. ايه يا بنت ما كنت تسيبيه يمسك ايدك. يلا انا نصحتكم والنصيحه لوجه الله سبحانه وتعالى، بحبكم كلكم قد الدنيا دي كلها. ولو الفيديو عجبكم بليز دوسوا لايك، فعلوا زرار الجرس عشان يوصل لكم كل جديد،
باي باي.